أريد هذه أيضا، وهذه لذيذة أيضا، أليس كذلك؟ كابول، لقد اشترينا أكثر من اللازم، أليس كذلك؟ لا، لم نشتري أكثر من حاجتنا. علينا أن نملأ الثلاجة مرة واحدة. على فكرة يا سيد عبقرينو، ألاحظ عدد الزبائن قليل هنا. انظر. فعلا يبدو أن هناك أمرا غير عادي هذا اليوم. كان من عادتنا أن ندخل إلى المحل بصعوبة في مثل هذا الوقت من النهار. أتذكر؟ هذه الحلوى، هذا ما أريد، هذا الذي أريده. مثقوبة وفارغة أيضا، وهذه يا لهذه المصيبة. كابول، انظر، هؤلاء هم السبب. أيها اللصوص، انتظروا. لقد عادوا إلينا مرة ثانية. سليم، المشكلة أن هذا المحل ترك الفئران تتسلل إليه. صحيح سيد عبقرينو، يجب أن أفعل شيئا لمنعها، ولكن لا شيء أستطيع منعها على الإطلاق، فهي فئران صغيرة بحيث لا يمكن صيدها بمصائد الفئران العادية، لذلك فهي تتكاثر ويزيد عددها، والأدهى من ذلك أنها جعلت الزبائن يفرون. فهمت الآن سبب قلة الزبائن هنا في هذا المحل. فكرت كثيرا يا سيد عبقرينو، فلم أجد حلا لمشكلة الفئران، لا أستطيع التصرف معها. مشكلة الفئران حلها بمصيادة الفئران. ها هي عادت. أنتم أيها المجرمون. سليم، سأصنع آلة متقدمة لصيد فئرانك وبسرعة. لا أصدق ما أسمع، سوف يخترع شيئا جديدا مرة ثانية. شيء رائع. مرحبا كابول، سأجرب الآن الآلة قبل أن يراها سليم. إنها جاهزة الآن. إنك تضيع وقتك عبثا. لم تنجح لحد الآن في أي مشروع تبدأ به، ولن تنجح آلتك هذه أيضا. هيا لنذهب ونجرب ونشاهد. هذا اختراعي الذي أعتز به، فهو يثير شهية الفئران للطعام عن طريق استخدام موجات فوق الصوتية، ثم يصطاد كل الفئران بعد تجمعها مرة واحدة. الآن سأجعلها تعمل أمامك. هيا. إنها تعمل الآن، ولكن يبدو أن عبقريتي قد فاتها بعض الأشياء ذات التأثير على الاختراع. يبدو أنها كبيرة بالنسبة للفئران. أيها العبلة، إنك سوف تدمر اختراعي بهذا الشكل. اذهب ولا تعبث فيما ليس لك به، اذهب بعيدا. ولكن ماذا أفعل؟ أطربني صوتها ورائحتها الذكية أغرتني أيضا. إذا افترضنا أن ذكاءه لا يزيد عن ذكاء الفئران، فإن التجربة تكون قد نجحت. هل تستطيع الآلة حقا صيد الفئران؟ اعتمد علي، سيكون كل شيء سهلا. لنجرب ونرى. اعملي أيتها الآلة. كابول، استيقظ. رائع، إنها مصيدة فئران عظيمة. طبعا، ألم أقل لك ذلك؟ شيء رائع أن نصطاد كل هذه الفئران، ولكن ماذا سنفعل بها؟ إن الفئران ستنام عدة ساعات بسبب الغاز المنوم، تستطيع أن ترميها بعيدا. لماذا دائما أقوم أنا بالنظافة بعدك؟ النظافة شيء رائع. كيف حالك؟ بخير يا سيدة عبقرينة. حالك يا كعبول؟ هل هذه غسالتك؟ من
الأفضل أن نتخلص من الفئران بأسرع ما يمكن. هيا. أتريد مني القيام بذلك؟ شيء رائع أن تكون هذه الفئران لي أنا. أنا دائما الذي أفعل كل شيء. إنه لا يستطيع أن يفعل شيئا بدوني. مكان مناسب لألقي بها هنا. حسنا، يبدو فعلا أنه عميق جدا ومناسب جدا أيضا. وهو كذلك. عندما يرمي الفئران فإنها ستصبح جميعها ملكا لي. 1 2 3. حسنا، الصخرة كان لها فائدة كبرى، فالفئران ستموت غرقا في مثل هذا النهر العميق. إنه مكان لن تضايق به أحد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الحمد لله تخلصت منها. لست أدري ما الذي يحدث هنا. كيف عادت الفئران إلى السلة مرة أخرى؟ إنها معه. لقد جاءوا إلى هنا. رائع. مكان مناسب لإلقاء الفئران التي سوف نصيدها في المرة القادمة. كنت فقط حوالي 20 أو 30 فأرا. فعلا يا حضرة الضابط، لن ألقي بها. أنا اليوم لست محظوظا، حظي سيء. أيها الغبي، إنني أنادي عليك، ولكن لقد تحققت من شيء في غاية الأهمية. ما هو؟ أعتقد أنه يجب علينا الاستفادة من هذه الفئران من الناحية المادية. لذلك فهذا الذي اخترعته الآن سوف يجعلنا نستفيد من هذه الفئران. حسنا، لنبدأ التجربة. أظن أن هذه الفئران من الممكن أن تستيقظ في أي وقت، مع أنها صغيرة جدا، لكن يمكن الاستفادة منها كثيرا. رائع جدا. إن الطاقة المولدة هنا تساوي الكثير وتوفر الجهد. لماذا هذا الصف الطويل يا سيدتي؟ إذا اشتريت حاجياتك كلها من هذا السوبر ماركت يكون لك الحق في تلميع حذائك بالآلة الأوتوماتيكية. شيء لطيف فعلا. سأذهب إلى البيت وأحضر زوجا من الأحذية. شيء لطيف جدا أن يلجأ عبقرينو إلى أشياء جديدة. سيد عبقرينو، أنا مدين لك بالكثير. شكرا شكرا. لا غرابة في ذلك، فهذا بفضل عبقرينو. بكل تأكيد. حسنا، سألقي نظرة. يمنع دخول القطط. مدهش فئران. ما هذا؟ لقد أصبحت سريعة جدا. يا للخسارة.
كانت فكرة جيدة، ولكن بوشاكس كان الخطأ الأكبر. لم يكن من الصحيح أن نتركه يقترب من الفئران. وأنا استمتعت مع الفئران. رائحتها بدأت تظهر، رائحة حلوة، رائعة، لون جميل ورائحة شهية. ما هذا؟ لا يا للخسارة، يا للخسارة، ضاع إفطاري. عن ماذا تتحدث أيها الكلب الشره؟ هل ستأتي لتساعدني في اختراع الجديد الذي أقوم بصنعه؟ إنني سأموت جوعا، فأنا جائع ولا أستطيع مشاركتك اللعب. أقفل فمك ولا تقولها مرة ثانية. حسنا يا كعبول، تشاركني إفطاري وبعد ذلك تساعدني. أشاركك إفطارك؟ هذه إنها تشبه مكنسة كهربائية. نعم، ولكنها ليست كذلك، إنها آخر اختراعاتي وأطلقت عليها اسم آلة الشام. آلة الشم؟ لماذا تستخدم؟ وما هي فائدتها؟ إنها آلة عجيبة، حساسية الشم فيها تفوق قدرة الإنسان بأكثر من 3000 مرة. إذا فهي أكثر حساسية من أنفي. هذا صحيح، هذا شيء أكيد. عبقرينو، بيت نادين من هنا، تذكر جيدا. أعرف. نادين لديها لحم على مائدة. دعني أشم. أنت مخطئ، ليس لحما بل دجاجا. أقول لك قلت لحم. لك دجاجا. قلت لك لحم. إنها رائحة الدجاج. أنت لا تعرف. إيه، ما هذه الضجة؟ هما مرة ثانية سأحتال عليهما. إنها رائحة دجاج. بالنسبة لي أقول لك اللحم يا كعبول. قلت لك دجاج. هو لحم. لا يمكن أن يكون لحما، لا فائدة من كل ذلك. تشم جيدا. دجاج. قلت لك لحم. أرأيت ما فعلته بآلة جديدة لقد أرمدتها. كسر الشر يا عبقرينو. كسر الشر. تحسن الشم وأخطأت. أنفي لا يخطئ. أنت طباخة ماهرة يا نادين. يبدو أن هذا الحساء قال جميل. عبقرينو إنه حساء لحم. نعم، وأنت قلت إنه حساء دجاج. تعني أن كل ما يمكن أن تفعله هو مجرد الشم؟ نعم، في الحقيقة لقد قمت بتصميم هذا الاختراع المميز ليساعدك في البحث عن أشيائك أو لاقتفاء أثر المجرمين. ورائحتك أيضا. نادين. نعم، أهلا وسهلا بكما، تفضلا. أهلا نادين. من؟ عبقرينو هنا؟ لم أكن أعرف أنك هنا، مناسبة لطيفة. وأنا أيضا هنا. عزيزتي، هل سمعت عن عقد العمدة الياقوت الذي اختفى؟ إنني هنا. كيف ومتى اختفى عقد الياقوت؟ هذا سر بيني وبينكم، فلقد أرسل رئيس الجمعية لزوجة العمدة عقدا من الياقوت وقد اختفى. هل قدم عنه بلاغا للشرطة؟ لا، لن تتصوروا مشاعر رئيس الجمعية إذا علم بذلك. ولكن لدينا شرطي هنا. المشكلة الآن أن رئيس الجمعية سيقيم حفلا كبيرا في بيته غدا، ويجب أن نجد العقد اليوم وبسرعة. وعلى زوجة العمدة أن تلبسه في الحفل، أليس كذلك مدام رفيعة؟ تماما يا نادين، فعلينا أن نبحث عنه بجد، وليس أمامنا إلا اليوم فقط. أشك أننا سنستطيع حمل الشيء. أنا سأقوم بهذه المهمة، سوف أبحث عنه. ولكن كيف؟ حسنا، إنها فرصة سانحة جدا لأجرب جهازي الجديد. سيضيع جهدك هباء. سوف أصلحه وأستخدمه وأجعله صالحا تماما. أتقول سوف تصلحه؟ طبعا، اترك الأمر لي. إنك رائع سيد عبقرينو. سيد عبقرينو، سوف أراك قريبا في احتفال رئيس الجمعية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لست أدري كيف ستغير هذه الآلة العتيقة. غيرها أم لم يغيرها؟ سوف تستمر حيلي إلى الأبد. شكرا لكم على مساعدة السيد عبقرينو. وأنت سيد كعبول؟ أرجوك أن تترك الأمر لنا، فهذا اختصاصنا. سوف نتأكد ممن تشكين فيهم بهذه الآلة التي تشوف. ستجد عقدها؟ عليك أن تدخل هذه البطاقة أولا.
وهذه هي فتحة الشام. والآن لنبدأ عملية البحث الفريدة. إنك رائع شيرلوك هولمز. إلا ألف يعمل أحسن. سوف نرى. رائحة جميلة، رائحة جميلة. كعبول، قلت لك لا تعترض طريقي. أعرف، ولكنها مصيدة فئران، كنت أظنها لا يمكن أن يكون هنا يا عبقرينو. هيا نبحث في مكان آخر أيها المفكر، ولا داعي للكلام الفارغ. هيا. أنا أتفق معك. يا سلام، لقد التصقت به إذن. هي، لقد فهمت الآن. أرأيت ماذا فعلت يا كعبول؟ أرأيت؟ يا للغباء، إنه عقد من الزجاج وليس له علاقة بالياقوت. والآن بعد أن فتشنا البيت، هيا نبحث في أماكن أخرى. لنبحث عند النافورة أو المدخنة. أنا عند النافورة وأنت في المدخنة، اتفقنا؟ أنا أدخل المدخنة؟ لماذا أنا أقوم دائما بالأعمال الصعبة؟ سأدبر له حيلة أخرى. أليس هذا القط مشاكس؟ يا له من مشاكس. الجو بارد. إنه بارد فعلا. إذا لماذا لا تشعلنا المدفأة؟ لم أقل لك إنه مشاكس. أو اشعلوا النار. الياقوت يا ياقوت. نايل احترق، نايل احترق. يا ويلي. ما هذا؟ كعبول، كعبول، لا يا كعبول، لا يذهب بعيدا. ماذا سقط في الماء؟ أظن أنها سمكة كبيرة، لا تنزعجي. كانت سمكة جيدة. أنت مرة أخرى؟ كل هذا بسببك. نعم. ولم هذا؟ لم يكن هناك داع، لقد كانت غلطتك. هذا ظلم أرفضه. صحيح، لم يكن هناك داع. حسنا، ولماذا اخترتموني أنا؟ إن لك أنفا تشم جيدا، أنتما الاثنان معا تعطون أحسن النتائج. إنها فكرة رائعة حقا. أنا جاهز. حسنا، ابدأ. انتظر لحظة. يبدو أنه وجد شيئا. امسكوا، امسكوا بها، امسكوا بها. الآن العملية رقم 4. نجاح رائع يا حيلة أخرى، أنقذوني. نجاح رائع أيضا. كعبول، أين أنت؟ انظروا لهذا. عقدي الحبيب، عقدي رائع. ألف مبروك. إنه هو. تذكرت الآن، كان قد فقد من عنق عندما عطس.
نهاية سعيدة أننا وجدناه. ولكنني لا أستحق نهاية كهذه. ولكن أصدقائنا سعداء بهذه النهاية، وأصحاب العقد أيضا سعداء كنهايتنا هذه سعيدة. وأحلام سعيدة جدا، وأحلام سعيدة جدا.